حياكم الله. تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026. في عنا منتخبات تقدمت في الترتيب، وفي عنا منتخبات نزلت في الترتيب، وفي عنا منتخب حقق تقدم ملحوظ في تصنيف الفيفا، منتخب كان مفاجأة للكأس العالم. وفي نهاية الفيديو إن شاء الله رح نحكي عن ترتيب المنتخبات العربية بشكل كامل بعد نهاية بطولة كأس العالم. طبعا المركز الأول المنتخب الإسباني بعد إحراز بطولة كأس العالم. أداء مميز لمنتخب إسبانيا في المونديال خلاه يعد لتصنيف الفيفا ويحقق المركز الأول في التصنيف، متفوقا على منتخب الأرجنتين وصيف بطولة كأس العالم الذي جاء في المركز الثاني من الترتيب. المركز الثالث كان لمنتخب فرنسا على الرغم من خسارته أمام منتخب إنجلترا، ولكن بقي محافظ على المركز الثالث في التصنيف. المنتخب الإنجليزي حل في المركز الرابع، المنتخب البرازيلي في المركز الخامس، والمغرب في المركز السادس. طبعا المنتخب المغربي على الرغم من الخروج من الدور ربع النهائي ولكن تقدم مرتبة واحدة من المركز السابع إلى المركز السادس. المنتخب المغربي اليوم هو الثالث عالميا، وهذا طبعا شيء مميز لمنتخب المغرب أنه يكون من المراكز الأولى أو في المراكز الأولى في تصنيف الفيفا. المركز السابع منتخب البرتغال. منتخب البرتغال هبط مرتبتين، كان المركز الخامس، اليوم هو في المركز السابع على تصنيف الفيفا. منتخب البرتغال. المنتخب البلجيكي في المركز الثامن، منتخب هولندا في المركز التاسع، منتخب المكسيك في المركز العاشر، تقدم 4 مراتب. منتخب المكسيك بعد وصوله لدور 16 تقدم 4 مراتب في التصنيف ليحتل المركز العاشر. المركز 11 منتخب كولومبيا. المركز 12 منتخب ألمانيا بعد الخروج أيضا المخيب من المونديال. المركز 13 منتخب كرواتيا. المركز 14 منتخب سويسرا. طبعا منتخب سويسرا حقق تقدم أيضا مميز في التصنيف، تقدم 5 مراكز في التصنيف بعد وصوله للدور ربع النهائي والخروج أمام منتخب الأرجنتين. منتخب سويسرا قدم بطولة جدا جدا مميزة، خصوصا في لقائه في ربع النهائي أمام الأرجنتين، فتقدم 5 مراكز في تصنيف الفيفا ليحتل المركز 14 عالميا. المركز 15 إيطاليا على الرغم من عدم المشاركة في هذا المونديال لكن محافظة على مركزها ال15. المركز 16 منتخب أمريكا. المركز 17 منتخب اليابان. المركز 18 منتخب السنغال. المركز 19 هو منتخب النرويج، وهو المنتخب اللي حقق المفاجأة التاريخية في هذه البطولة، وصل لربع النهائي بطولة كأس العالم وحقق أيضا تقدم في التصنيف. منتخب النرويج تقدم 12 مركز في الترتيب، يعني اليوم منتخب النرويج في المركز 19 عالميا، ولكن بعد تألقه في بطولة كأس العالم تقدم 12 مركز في التصنيف ليحتل المركز 19 عالميا، وهذا أفضل تصنيف لمنتخب النرويج، وهو المنتخب المفاجأة اللي حقق طبعا هذا التقدم في ترتيب أو تصنيف الفيفا. المركز 20 منتخب الأوروغواي. المركز 21 منتخب الدنمارك. المركز 22 منتخب إيران. 23 طبعا منتخب النمسا، ومنتخب مصر أو منتخب المصري في المركز 24، وهذا أفضل مركز لمنتخب مصر، تقدم 5 مراكز في تصنيف الفيفا. منتخب مصر بعد تألقه في هاي البطولة وصوله دور 16 الخروج أمام الأرجنتين، ولكن قدم أداء جدا جدا رائع في هاي البطولة ليحتل اليوم بعد نهاية التصنيف المركز أو بعد نهاية كأس العالم يحتل المركز 24 عالميا، يعني تقدم 5 مراكز في التصنيف. المركز 25 منتخب الإكوادور. المركز 26 منتخب نيجيريا. المركز 27 منتخب تركيا. منتخب تركيا قدم أداء سيء في البطولة. المركز 28 منتخب أستراليا. أما المركز 29 كان المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري وصل لدور 32 وخرج أمام سويسرا، أداء جيد بشكل عام لمنتخب الجزائر. الخروج طبعا في الدور 32 نزل المنتخب الجزائري مرتبة وحيدة ليحتل المركز 29 عالميا. المنتخب 30 هو منتخب كندا. 31 هو منتخب كوت ديفوار، و32 منتخب كوريا الجنوبية. منتخب كوريا الجنوبية بعد خروجه من دور المجموعات مغادرة هذا المونديال بأداء سيء احتل المركز 32 وكان نزل 7 مراكز في التصنيف. منتخب كوريا الجنوبية قبل بداية المونديال منتخب كوريا الجنوبية كان بين 25 و 26 عالميا. اليوم بعد نهاية المونديال بعد الأداء السيء في المونديال منتخب كوريا الجنوبية اليوم عم يحتل المركز 32 عالميا، وطبعا هذا الترتيب هو الأسوأ لمنتخب كوريا الجنوبية في السنوات الماضية. طيب، أما على المنتخبات العربية، تصنيف الفيفا المنتخبات العربية، طبعا في المركز الأول المنتخب المغربي في المركز الأول والسادس عالميا. المركز الثاني منتخب مصر 24 عالميا. المركز الثالث هو المنتخب طبعا الجزائري 29 عالميا. المركز الرابع منتخب تونس 57 عالميا.
والمركز الخامس المنتخب السعودي 58 عالميا. المركز الثالث منتخب قطر 59 عالميا، والمركز السابع منتخب العراق 63 عالميا. بالنسبة طبعا للترتيب، المنتخب المغربي أكيد هو الأفضل، قدم أفضل أداء في المونديال. بالنسبة للمنتخبات العربية اللي شاركت، وصل للدور ربع النهائي وغادر البطولة أمام منتخب فرنسا. المنتخب الثاني أكيد منتخب مصر، أيضا أداء مميز في البطولة، وصل للدور 16 وخرج أمام الأرجنتين. بقية المنتخبات، الجزائر قدمت أداء جيد بشكل عام، تونس أداء سيء في البطولة، السعودية أداء متوازن خلينا نقول، ولكن ليس بالأداء الذي كنا بنتمنى أكيد لمنتخب السعودي. قطر أيضا قدمت أداء يعني متوسط، لم تكن جيدة بشكل عام، والعراق لم تكن في يومها في المونديال، ولكن نتمنى المنتخبات أن تعود بشكل أفضل في الأيام القادمة، وبالتوفيق لجميع المنتخبات العربية. هذا كان تصنيف الفيفا المنتخبات العربية والمنتخبات العالمية بعد نهاية بطولة كأس العالم. لو عجبك الفيديو بتمنى منك الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو لحتى تشوف فيديوهاتنا القادمة. معكم الدكتور ملهم حموش، وبشوفكم بالفيديوهات القادمة.